الخناق في مرحلة الخطوبة دي حاجة طبيعية جدا، والمفروض انها صحية جدا لان بتعرفنا على بعض عشان نبني بنى قوي ان شاء الله يستمر معانا بعد الجواز. لكن لو في كل خناقة انا عايزة افركش واسيب خطيبي، دي علامة استفهام. طبعا ممكن ابقى محتاجة افهم اكتر وتفاصيل اكتر بكتير، بس خلينا نزور 3 مناطق كده. اول حاجة، ممكن انت تكوني بطبعك وشخصيتك بتهربي من المشاكل وما بتحبيش تواجهيها، فاسهل عليكي بكتير اني اخرج من العلاقة وادفن تحت السجادة عن ان انا اقف واواجه واحارب واحل. ودي عضلة بنقدر نقويها لو عايزين. الحاجة التانية ان يكون الخناق ده مترمز في عقلك بتهديد معين، مترمز برفض ليا فامشي بسرعة احسن، مترمز ان احنا هنبقى علاقتنا بايظة او وحشة زي فلان، ولا زي بيتي، ولا زي جيراني اللي بيتخانقوا، فالخناق ده معناه ان العلاقة دي مش هتستمر او هتفشل. فتظبيط المفهوم ده ان ده مجرد خناق في خطوبة يعرفنا طبعا بما ان الاحترام موجود واسس الخناق موجودة، والخناق ده كمان بيعلمنا ازاي نتخانق مع بعض. الحاجة التالتة ومحتاجة صدق قوي مع نفسك، ان انت ممكن يكون، طبعا انا معرفش ظروف الخطوبة، ولكن يكون عندك نقطة عمق مش مقتنعة بالعلاقة دي. فكل ما بتحصل خناقة ومش قادرة مثلا تاخدي خطوة السيبان، فكل ما بتحصل خناقة كأن بيتفتح لك باب او واي اوت ان انا اخرج منها. ودي محتاجة صدق رهيب مع نفسك، لان فترة الخطوبة دي احسن فترة تكوني صادقة فيها مع نفسك ومع الشخص اللي قدامك.